ليه الافلام المصريه في اخر 10 سنين مستواها زي القرف؟ بص انا شاب من الجيل الجديد، يعني انا اكتر فيلم اخدت منه نوستالجيا قديم يعتبر كان عسل اسود. فالافلام المصريه القديمه انا ما اتعلقتش بيها قوي، ولما وعيت على عالم السينما وبقيت اتفرج على افلام بجد واتفرجت على الافلام المصريه الجديده كنت عايز ارجع افلام كلها كوميديه شبه بعضها، ما فيش اي ابداع، معموله لمتعه الاطفال والمتعه العائليه وبس. فاتقفلت من السينما المصريه خالص وافتكرت ان كل افلام مصريه كده. بس من قريب رجعت اتفرج على افلام مصريه اللي اتعملت مثلا من 2000 ل 2010، مثلا زي اسماء او اسف على الازعاج. افلام بجد حلوه قوي، وانا عارف اللي فيها افلام معموله من قريب مش وحشه برضه، زي مثلا الفيل الازرق او الكنز او تراب الناس، بس دول وبس، مفيش اي حاجه تانية، والباقي كله حرفيا نحت. والافلام المصريه فضلت تنزل في المستوى بسبب كذا حاجه، اولهم مواعيد الافلام. معروف لو في عيد يبقى في فيلم، يجي رمضان مثلا بالمسلسلات بتاعته، وبعد كده يجي العيد الصغير او الكبير مش عارف، انا مسيحي ولازم كميه افلام مالهاش ستي لازمه تنزل فيه، وبعد كده يجي العيد الكبير او الصغير مش عارف، العيد اللي هو مش بعد رمضان، وبرده ينزل افلام مالهاش ستي لازمه عشان ده عيد ولازم ينزل فيه افلام. وبعد كده مثلا يجي عيد الاضحى، انا مش عارف عيد الاضحى ده هو عيد الكبير او الصغير تقريبا، بس يعني ماشيه، وبرده افلام مالهاش ستي لازمه تنزل. والافلام اللي مالهاش ستي لازمه دي بتنزل وحشه لسببين. اول حاجه المخرجين هم مش بياخدوا وقتهم عشان يعملوا الافلام دي، لا هم لازم ينزلوها في العيد، فهوبا المخرج يجي ايه ده يفتكر في عيد فلازم يعمل فيلم، او مثلا يكون مدبر لفيلم كويس فكرته كويسه يعمله، بس يحط الديدلاين بتاعه العيد اللي جاي عشان ده العيد فيطلع الفيلم متاكل. اي نعم انا مش عارف الافلام القديمه المصريه الحلوه اللي كانت بتتعمل كانت بتتعمل في اعياد برضه ولا لا، انا معايا التواريخ اللي اتعملت فيهم بس مش عارف التواريخ دي كانت في اعياد ولا لا. بس حتى لو الافلام الحلوه دي اتعملت في عيد زي دي مش حاجه توحشهم ولا حاجه، لا ده حاجه تديهم اكسترا بوينتس كمان اللي هم عملوا افلام في ديدلاين بتاع عيد. والسبب الثاني الافلام دي بتكون معموله للعائلات والاطفال، فلازم تكون افلام كوميديه ها اللي هي بتاعت تامر حسني بقى ولا مش عارف مين، معموله للعائلات والاطفال وبس، فيجيب لك علي ربيع او تامر حسني او اي ممثل كوميدي مع قصه مالهاش اي ستيل لازمه مع كام افيه ويطلع لك فيلم. ونيجي بقى على فكره الفيلم اللي هي لو مش فكره مالهاش اي ستيل لازمه فاكيد هتكون فكره متقلده. بمختصر تاني سبب تقليد الافكار. هي المشكله دي موجوده من زمان بس كانت شغاله كويس زمان، افلام كتيره زمان حلوه جدا بس افكارها كلها متاخده من افلام اجنبيه، بس دلوقتي غالبا الافلام بتكون افكارها متاخده من افلام اجنبيه ووحشه وزي القرف وحاجه يعني بس هم دايما بيعتمدوا على الوش اللي هم جايبينها في الفيلم. وثالث سبب الاعتماد على الاسماء. بص الافلام المصريه بتعتمد اعتماد كلي على اسم الممثل اللي بيمثل في الفيلم، مش مهم تمثيله، مش مهم فكره الفيلم، مش مهم القصه، المهم اللي هو يكون ليه اسم كويس والهيستوري بتاعت الافلام بتاعته تكون كويسه. مثلا احمد حلمي من احسن ممثلين مصر واكتر ممثلين سايبين بصمه في الافلام. يعني مثلا لو عملنا قائمه احسن 10 افلام اتعملوا في اخر 20 سنه احمد حلمي هيكون واخد منهم 5. بس دلوقتي احمد حلمي لما يجيبوه في فيلم بيجيبوه علشان اسمه والقصه بتكون زي القرف، عكس مثلا الافلام بتاعت بره بيعتمدوا على الاي بي، والاي بي ده حوار كبير. محمود اسماعيل ومهدي اتكلموا عليه في فيديو، وهسيب الاي بتاعته فوق. وهم بره بيعتمدوا على قصه كانت معموله كوميك مثلا وبيعملوا عليها فيلم، زي مثلا افلام مارفل كلها وافلام دي سي كلها وافلام ديزني كلها وانشارتد مثلا. الافلام دي بتكون معمول لها قصه وبعد كده بيتعمل عليها فيلم، او مثلا كرتون زمان ويتعمل له ريميك. من الاخر كده حاجات هتتعلق بيها اكتر بكتير، بس ده مش موضوعنا احنا دلوقتي، بنتكلم على افلام مصريه فنكمل كلام. ومشكله تانية في الممثلين الشباب دلوقتي اللي كلهم ولاد ممثلين، يعني بص لاي ممثل شاب دلوقتي وشوف اسم ابوه او اسم امه، مش عارفه تشوف اسم امه ازاي بس يعني دور وغالبا هتلاقي ممثل او ممثله. انا مش بقول تمثيلهم وحش بس الموضوع زاد شويه. ونيجي لاخر نقطه، طالما هي شغاله فيها، شايف الافلام ازاي القرف اللي عماله تتعمل والمشاكل اللي انا عمال اقول عليها دلوقتي، في الاخر الناس دي لسه بتعمل فلوس وفلوس كتير قوي يعني، فيصلحوا الحاجات دي ليه؟ بالعكس كمان دول لو صلحوها ممكن يخسروا فلوس وايرادات. يعني مثلا لما تجيب ممثل اسمه كبير الناس طبيعي هتروح تتفرج على الفيلم، لكن لما تجيب تيم ممثلين مش كبار قوي بس تمثيلهم حلو وتحطهم في التريلر مثلا الناس مش هتكون متشوقه قوي للفيلم، حتى لو فيلم عامله فشيخ والقصه رائعه وكل حاجه الناس هتبص على الاسامي الكبيره ومش هتبص على الاسامي الصغيره. ولو ما عملتش الافلام بتاعتك في الاعياد مش هيكون في ايرادات كبيره برضه، عشان ده الوقت اللي الناس بتخرج وتتفسح فيه. فلو اخدت راحتك في الفيلم ونزلته في الوقت اللي انت عايزه برضو نسبة الناس اللي هتدخل الفيلم قليلة. انا عارف الافلام المصرية دلوقتي زي الزفت، بس لو المصريين كلهم حتى قرروا اللي هم يقطعوا الافلام المصرية، الاقبال على الافلام المصرية بره مصر في الدول العربية عالي قوي.
فالمخرجين لو ما كسبوش منك فلوس في مصر هيكسبوا بره مصر كتير برضه. انا مش عارف الافلام المصريه هترجع حلوه ولا لا، بس يعني يا ريت. واظن يعني في افلام مصريه هترجع حلوه على المنصات الجديده اللي هم عمالين يعملوها زي شاهد ولا واتشت، هما الاثنين واحد اساسا. وفي اخر الفيديو لو انت من الجيل الجديد وشايف الافلام المصريه كلها وحشه، ارجع اتفرج على افلام قديمه. ممكن ابقى اعمل لسته افلام مصريه حلوه جدا وانزلها لكم. بس كده، دوس لايك وسبسكرايب وشير وكومنت. قول فيه بحبك يا ماجد، بحبك يا ميكس، من اعماق فخادي بحبك.